السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوصفه رائعه جدا، هما هاد الليمون ديال الكيك اللي كتشوفوا، فهما خديتهم على شكل كره القدم. فاليوم ان شاء الله ما غاديش نستعملهم للكيك، وانما غادي نستعملهم للخبيزات. كما كتلاحظوا معايا فانا العجينه موجده قبل، نفس العجينه اللي استعملت في هذيك الشهده اولا بغيوش، نفس العجين. فانا كنستعمل فقط فيها شويه د الملحه، شويه د الخميره، مدافئ الجمع العجين، وكندير فيها شويه ديال الزبيب اولا اي فاكهه عندكم، وكديروا كذلك معلقه ديال العسل، فربعه ديال الدقيق كديروا فيها معلقه صغيره ديال العسل، اولا ممكن تعوضوا العسل بسكر صنيده. انا كندير شويه ديال العسل الحر لانه مفيد جدا. وكما كتلاحظوا معايا انا اكتفيت انني دهنت غير بشويه ديال الزبده سايحه، هي باش دهنت هاد الليمون اللي عندي. دابا ان شاء الله غادي ندير كويرات، غادي ناخذ العجين وندير فيها كويرات. وهاد الكويرات هما اللي كنوضع بحال هكا باش ياخذوا ليا يعني الشكل ديال المول اللي عندي. فيمكن لكم ديروا اي حاجه اللي بغيتوها في هذا الخبز، ديروا اللوز اولا كركاع اولا اللي يعجبكم يعني. كما قلت لكم هما صحيين، ياخذوهم معاهم الوليدات للفطور المدرسه الكوتي. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما كملتهم فكنتكيو عليهم بحال هكا باش ياخذوا يعني الشكل ديالهم، وكنخليهم يرتاحوا. من بعد ان شاء الله غادي ندخلهم دابا الفرن. بعد ما ارتاحوا واحد شويه ندخلهم الفرن. فهادو ما كنحتاج لا ندهنهم بيض ولا حتى حاجه، كنكتفي بديك الزبده سايحه اللي انا درت بها المول. غندخلهم ان شاء الله الفرن يطيبوا على درجه حراره بحال الشكل ديال البغيوش اولا اي حلوى اولا شكل كرواسون ولا اي حاجه بحال هكا، خبيزات اولا اي حاجه. كندخلوهم يطيبوا ومن بعد ان شاء الله تشوفوا معايا الشكل النهائي. بالنسبه لدوك يعني ميني خبيزات ولا كما بغيتو تسميوهم ولا دي بروشي دي بغيوش صغارين، المهم كما بغيتو تسميوهم هما هادو. فانا كما قلت لكم العجين يعني استعملت فيه كذلك شويه ديال الزبيب، فزينتهم بشويه ديال العسل ومع شويه ديال الكوك. كما كتلاحظوا معايا يعني رائعين بزاف، ياخذوهم الوليدات الكوتي المدرسه. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال نهار اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش تعملوا جيم، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا.